دائما مع كتاب محادثة مع الله. قال له نيل وكيفاش نسمع للروح ديالي وكيفاش نعرف اللي كنسمعه. قال له روحك كتهضر معاك بالمشاعر، فاسمع للمشاعر ديالك واحترمها. هو يقول لي نيل وعلاش انا حاسس ان احترامي للمشاعر ديالي هو السبب الرئيسي اللي كيطيحني في المشاكل. قال لي حيت انت وصفتي النمو ديالك وتطورك على انه مشكلة وكتبغي توقف مكان امن. لكن خليني نقول لك شي حاجة، مشاعر ديالك ما عمرها ما غادي تسبب لك مشاكل، حيت هي حقيقتك. الا باغي تعيش حياتك وما تسمعش للمشاعر ديالك وتخلي عقلك هو اللي يتحكم في المشاعر ديالك، فيلا ديرها وخذ القرارات ديالك بناء على تحليل عقلك. لكن ما تبرزتش راسك انك تقلب على الفرحة والاحتفال عاوتاني. وباغيك تعرف ان الاحتفال الحقيقي كيكون من غير العقل. الا سمعتي للروح ديالك غادي تعرف شنو الافضل ليك، والافضل ليك اختارته روحك هو المناسب للحقيقة ديالك. وفاش غادي تتعامل باللي اختارته روحك فانت غادي تسرع عملية تجسيد، وديك الساعات غادي تخلق تجربة جديدة لراسك بناء على الحقيقة ديالك. انما عقلك غادي يخليك تاخد رد فعل مناسب للحقيقة ديالك اللي كانت في الماضي. ركزوا معايا، حيت هو كيقلب في ذكريات الماضي اللي هو العقل. انما الروح غادي تخليك تخلق راسك من جديد بنسخة جديدة. عقلك اللي كيبغي يشوف شنو هو الافضل ليه وقفه وخرج منه ورجع للحدس ديالك. وهذا هو المقصود بعبارة العودة إلى حدسك، وهي أنك ترجع للمشاعر ديالك وماشي للأفكار ديالك. أفكارك هي مجرد أفكار، إنشاءات عقلية مختلفة من إبداعات العقل ديالك. لكن مشاعرك ديال دابا هي الحقيقة اللي هي لغة الروح. وسبحان الله هذه ديال لحظة الآن ديال دابا، ديال مشاعرك ديال دابا، عرفتوا أهمية لحظة الآن. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فاش نسالي هذا الكتاب راه باغا نترجم كتاب لو بوفوار دو لانستون بريزون ديال إيكارت تولي، The Power of Now، لحظة بالعربية قوة لحظة الآن. إن شاء الله غادي نترجمو تاهو بالدارجة لأن ماشي رائع، حيتاش غيكمل هذا الكتاب، غيكمل واحد النقط ديال هذا الكتاب تا هو متعمق فريمون في كيفاش كل شيء طالع على دابا، كيفاش الحضور في لحظة الآن كيفاش بصح يقدر يبدل حياتك. المهم هو يقول لي نيل يعني هادشي معناته أننا خاصنا نعبروا على أي شعور وخا يكون سلبي أو مدمر. هنا غتشوفوا دقة الكتاب اللي كنهضر عليها دقيق. قال ليه المشاعر لا هي سلبية ولا هي مدمرة، المشاعر هي مجرد حقائق، لكن المهم أنك تعرف كيفاش تعبر على حقيقتك. فاش تعبر على الحقيقة ديالك بالحب فنادرا أن النتائج تكون سلبية أو ضارة. وإلا وقع هاد الشيء فهذا دليل أنه كاين شخص آخر باغي يجرب الحقيقة ديالك ولكن بطريقة سلبية وضارة. سيتادير كاين هاد الحالة هادي ديال دي فوا كتكون انت فريمون بصح نيتك مزيانة انفير اون بيرسون، زعما نيتك طيبة وبصح زعما مثلا كتعاونو بحب. باغ كونطخ داك لا بيرسون تقدر دير لك واحد الصدمة اللي فريمون اضرب لك كلشي في الزيرو. هنا قالك انت حقيقتك درتيها، انت نيتك كنتي مزيانه. الا كانت نتيجه سلبيه راه عرف داك الاخر، راه الطاقه ديال الاخر وتفكير الاخر هو اللي يرد هاد الحاله هادي، ماشي نيتك، ماشي زعما ماشي انت، حيتاش دونك نيتك تكون مزيانه يعني بحب.
الا كانت فريمون النيه نقيه وتجي نتائج سلبيه، يعني ماشي من طاقتك، من طاقه الانسان الاخر. المهم جيسبر تكونوا فهمتوني. وفي هذه الحاله ممكن ما تقدرش تبدل النتيجه، وديك الساعات غادي تفشل انك تعبر على حقيقتك. واخا هكا الناس كدير هكا طول الوقت، حيت خايفين انهم يواجهوا حاله عدم الرضا. على هكا ديما كيخبيو الحقيقه ديالهم. ديما تفكر انه ماشي مهم جودة الرسالة اللي كتستقبلها، لكن المهم جودة الإرسال اللي انت كتصيفطها. وهادشي اللي شرحت قبيله ديال انت الأهم ديالك هو المشاعر اللي كتصيفط الآخر، ماشي شنو الآخر كيصيفط لك، لأن انت مشاعرك غترجع لك وهو مشاعره غترجع له. حيت دي فوا شحال من واحد كتقول لا انا راه ظريف بزاف ما خاصني نتبدل، لا انت غتجازى على داك الظرافات ديالك وهو غيتجازى على السم ديالو. ولكن انت الظرافات خاصها تكون بتوازن، فاش ما كتكونش بتوازن كنجذبوا ناس في حياتنا يستغلونا باش نفيقوا. قال له المهم المشاعر ديالك انت اللي كتصيفطها للغير وماشي مشاعر الاخرين ليك. انت ماشي مسؤول عن قبول الاخر للحقيقة ديالك، انت تتأكد من ارسال الرسالة ديالك وطريقة الارسال باش يكون على اكمل وجه. فركز على جودة توصيل الحقيقة ديالك وعلى جودة طريقة التوصيل اللي كتستخدمها. انا ماشي القصد ديالي الوضوح في الرسالة ديالك، لكن كنقصد الحب ديالك والتعاطف والرحمة ديالك واحساسك وشجاعتك والانجاز اللي كتبينو. الالتزام ديالك بهذا الشيء ما غاديش يخلي الحقيقة ديالك ناقصة او تكون الحقيقة وحشية، لكن الالتزام ديالك غادي يخلي الحقيقة ديالك كاملة، وما كاينش غير الحقيقة ديالك ومن بعد الله غيعاونك. عبارة الله غيعاونك غتجلب ليك الصفات الإلهية للحب والتعاطف، حيت أنا غنعاونك أن هاد الصفات تكون طريقك في التواصل دايما إلا طلبتي مني. على هكا تقدر تعبر على المشاعر ديالك باللي كتسميها السلبية، لكن ماشي بطريقة مدمرة، حيت إلا ما خرجتش منك وما عبرتيش على المشاعر السلبية اللي عندك، انت هكا ما كتخليهاش تختفي، لا انت هكا كتحتفظ بها في الداخل ديالك، وهذا الشيء كيضر الجسم ديالك وكيولي حمل ثقيل على الروح ديالك. هو يقول ليه نيل بعدا باش كيعجبني نيل كيجاوبك على الاسئله كاملين اللي فاش كتكون كتقرا كطيح لك في بالك، موراها نيل كيطرح هذا السؤال. قال ليه ولكن اي شخص عرف الافكار ديالي والمشاعر السلبيه جهته، فهاد الشيء غادي ياثر على العلاقه ديالنا. واخا نكون انا استخدمت طريقه لطيفه نقول ليه بها على مشاعري السلبيه جهته. الدقه. قال ليه انا فاش قلت ليك تعبر على المشاعر ديالك يعني تخرجها وتسالي منها. انا قلت هادشي ولكن مازال ما قلتلكش كيفاش دير هادشي. ولما تخرج المشاعر ديالك، مشاعرك السلبيه كتحتاج انك تعبر عليها جهة الشخص اللي حسيتي بها منه، وتعبيرك عليها مهم بزاف باش ما تعرضش راسك للخطر او الشخص يتيق التصنع ديالك على انه الحقيقة ديالك. لكن خاصك تعرف ان شعورك بالسلبية ماشي دليل على ان السلبية هي حقيقتك المطلقة، وحتى في لحظة سيطرتها عليك لكن هي كتبان في الجزء الضعيف منك. على هكا كيكون مهم انك تتحرر منها وتطردها لبرا، خليها قدامك تقدر تشوفها بوضوح باش تعرف واش انت مؤمن ومقتنع بها انها تبقى للداخل ديالك. قال له مثلا نتوما ديما كتقولوا كلام قبيح ومن بعد ما كتقولوه
ما بقاتش هاد المشاعر هي الحقيقة ديالكم، حيت عبرتوا عليها بداية من مشاعر الخوف والغضب لكل شعور سلبي، وغادي تكتشفوا ان داكشي اللي قلتيه ماشي حقيقي، وبمجرد نطقتوا به بان بانه شي حاجه ما كتعبروش بها على حقيقتكم، او انه شيء غريب خرج منكم. شحال مره دي فوا كدوز بانسان كتعصب فاش كتسالي كتقول هادشي اللي خرج مني ما عمري ما كانش سحاب لي انه فيا. هادشي اللي كيقصد. هو يقول لي نيل حيتاش هادي ديال فاش كنكتموا المشاعر ديالنا، فاش ما كنكونوش كنعبروا عليها في الوقت الصحيح، في التراكم ديالها كتخلينا نديروا اشياء اوغ دو نو، خارج السيطره علينا. هو يقول لي نيل بهذه الطريقه ممكن المشاعر تكون خداعه، حيت انت قلتي اني فاش كنعبر عليها كنكتشف انها ماشي حقيقيه. هو يقول ليه المشاعر هي لغة الروح، ولكن تأكد في الأول أنك تسمع للمشاعر ديالك الحقيقية وماشي للنماذج المزيفة اللي كيصنعها عقلك. هو يقول ليه نيل يعني أنا دابا ما خصنيش نتيق ما خصنيش نتيق في المشاعر ديالي، انا كان كيسحاب لي انني فاش غنسمع المشاعر ديالي غادي توصلني الحقيقه، وكان كيسحاب ليا انك تعلمني هكا. ويقول ليه صحيح انا علمتك هكا، لكن اسمع مزيان باش تفهم. المشاعر معقده بزاف، لكن بعضها حقيقه وكيتولد من الروح، وبعضها مزيفه وكتولد من العقل، وهي ماشي مشاعر. هاد مشاعر العقل هي عبارة عن أفكار متنكرة في صورة مشاعر. أنا نعطيكم مثال. بحال دابا أنا كانت عندي فوبيا من سرق الزيت. أنا كنت فاش نسمع كلمة سرق الزيت كانوا كيتحركوا ليا مشاعر فريمون، مع كنسمعها مع واحد الغمة واحد المشاعر هنايا كيلعبوا. دونك انا هاد المشاعر اللي كانوا كيلعبوا مزيفه، حيتاش هاد المشاعر اللي كنت كنحس بهم جايين عن طريق الخوف ديالي من سرق الزيت، ماشي حقيقتي. داك المشاعر هادوك المشاعر راه نتيجه واحد الفكره عندي انا، وهادو هما المشاعر المزيفه اللي كيقصد، اللي ما جايش من الروح ديالنا. وهاد الافكار كتستند من تجربتك السابقه ومن الملاحظه ديالك لتجارب الاخرين. سمعوا، فمثلا فاش شفتي شي واحد معصب وهو كيحيد درسه، وليتي حتى انت كتعصب فاش كتحيد درسه، واخا انت ما حاسش بالوجع، لكن ولات عندك محاكاه لتجربه الشخص اللي شفتيه معصب وهو كيحيد الدرسه. عرفتي هادي غنختم بها لا فيديو. عرفتو ديال الحكمه ديال دخل سوق راسك شحال صدقات عميقه، راه سي انكرويابل. بحال دابا هكا غتشوف شي واحد كيحيد درسه، التجربه ديالو اتس اوكي كيحيد درسه، ماشي غنعيشها بمشاعر ديالي ناري كيحيد درسه ناري صافي معاه عشتها بمشاعر ديالي معاه غنعيشها حتى انا. هذاك هو الفخ. كون محايد. بحال دابا شفتي شي حاجه في الزنقه، شي كارثه، ما نمشيش معاه بالمشاعر. الا عندي ما نعاون نمشي نعاون، ما عندي باش نعاون ندخل سوق راسي ونزيد بحالي. ما نجلس نحكم، ما نجلس نحلل، ماشي سوقي. هذاك تجربته، افكاره، الروح ديالو ما عارفه شنو باغا تبروفي، هو شنو الافكار والهضره اللي كيقول في حياته اللي خلاته يعيش داك لا سيتوياسيون. الا انا نقدر نعاونو في الكارما ديالو، زعما باي حاجه نقدر نعاونو كوسا ماديا ولا معنويا، سي تري بيان. ما غنقدرش نعاون ندخل سوق راسي. صدقات عميقه هاد الجمله ديال ندخل سوق راسي. وشكرا بزاف على لي كومونتير كو سوا سور يوتيوب ولا انستغرام ولا تيك توك. الوغ انستغرام ديالي بحال يوتيوب اسماء غيلان، اي بور تيك توك اسماء تيغي دو 8 كوتش. شكرا بزاف الى فيديو اخر.